سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه: عاجل كومادير تدعو الفلاحين الغير مسجلين لدى الضمان الاجتماعي إلى تسوية وضعياتهم. لكن قبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإليكم التفاصيل. دعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير الفلاحين الذين لم يستفيدوا بعد من التغطية الصحية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض للتواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية وضعياتهم، وذلك من أجل الاستفادة من إلغاء الديون، والذي حدد آخر أجل له في 30 أبريل الجاري. ونبهت كومادير في بلاغ لها إلى أن الفلاحين حتى ولو لم يكونوا مسجلين في الضمان الاجتماعي يظلون مدينين لصندوق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات المستحقة إلى غاية 30 نوفمبر 2023. وأوضحت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن التأمين الإجباري عن المرض يكتسي طابعا إلزاميا وإجباريا يجب على كل مواطن الانخراط فيه. وأشارت إلى أن الفلاحين الذين لم يستوفوا أداء واجبات الانخراط لن يستطيعوا أن يستفيدوا من الدعم. وذكرت الكونفدرالية أن نسبة التعويض التي يستفيد منها الفلاحون هي نفس النسبة المقررة في نظام التأمين عن المرض الخاص بالأجراء، والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي حددت في 70% من التعرفة المرجعية الوطنية و90% من التعرفة المرجعية بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد، أو بنسبة أعلى قد تصل إلى 100% حسب طبيعة المرض. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.